السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بخير. النهارده يوم جديد، والنهارده كده الجمعة أجازة. يا رب يكون يوم كله رزق وصحة وسعادة على الجميع إن شاء الله. بُصّوا كده نزلت جِبت حبة طلبات، وإن شاء الله بكرة هانزّل لكم فيديو المشتريات برضه، علشان كده نلحق أقول لكم العروض الحلوة والحاجات اللي توفّريها الشهر ده، علشان تلاقي الشهر الجاي شهر رمضان والعيد، تلاقي كده وفّرتِ جزء وتعرفي تجيبي حاجات أكتر. بُصّوا بقى الخضار لقيته حلو أوي عند الراجل اللي باجيب منه يعني جنبي، جِبت بقى منه طماطم وخيار وجِبت البنجر. أحلى حاجة البنجر تجيبيه وتخلّيه في أكلِك دايمًا أطفالِك لأسرتِك عشان الأنيميا والحديد. وبرضه جِبت نُص كيلو فلفل، الكيلو بكام؟ لأ أنا جِبت نُص والّا ربع، والله مش فاكرة يا جماعة. المهم كان الكيلو ب24 والبنجر كان ب12، جِبت نُص ب6، وجِبت برضه خيار الكيلو ب16، جِبت نُص كيلو ب8. البطاطس برضه حلوة، كانت بكام؟ ب12، ب12. جِبت أظن 2 كيلو ب24. وهنا بقى جِبت بتنجان علشان أعمل مسقعة. بُصّوا بقى، آآ أحلى حاجة باحب أعملها إن أكون مجهّزة علب في التلاجة علشان الفطار. أنا أكتر حاجة ما باحبش مثلًا إن أنا أعملها أو باكسّل أو بابقى متضايقة إن لو أنا مش مجهّزاها هي الفطار. بابقى صاحية حاسة إني لسه في حاجات كتير عايزة أعملها، وطَب أفطّر جَنى الأول، طَب مش عارف إيه، باحس إن أنا مش عايزة أفطر. لكن لو في علبة جاهزة في التلاجة كده لأ خلاص يا سلام هاطلّعها وآكل وأتشجّع. فعلشان كده باحب أجهّز علب، يعني مثلًا أعمل علبة سلطة، علبة جبنة بطماطم وخيار، علبة بطاطس مهروسة مسلوقة مثلًا، وأحطها في التلاجة علشان مثلًا أطلّع منها وأهرس مثلًا ممكن أحط عليها ملح وكمون أو أعملها ببيض. يعني الحاجات دي بتسهّل عليكِ جدًا وجبة الفطار لو أنتِ زيي من الناس اللي بتتضايق أو بتبقى صاحية مقريفة كده مش عايزة تفطر، أو مكسلة تفطر. بُص بقى هنا قُلت أعمل مسقعة. كمان أحمد زهق من ساندوتشات الجبنة والبيض للشغل يعني، فقُلت أروّق عليه كده بساندوتشات مسقعة وهو أصلًا بيحبها في الفطار، فعملتها. جِبت هنا نُص كيلو بتنجان، كان الكيلو أظني ب12. جِبت نُص كيلو، باغسله الأول من برّه وبعد كده بدأت أقشّره وأقطّعه، وحطيته في مصفى ليها طبق كده علشان ينزّل المَيّة بتاعته، ورشيت له رشة ملح، وهاركنه كده على جنب علشان ينزّل المَيّة بتاعته علشان ما يشربش معاكِ زيت أثناء القلي. جِبت بقى هنا فلفل، برضه باحب أقطّعه على المسقعة، ومش باحب أوي أحط بطاطس على المسقعة، لأ ما باحبش. باحس إن البطاطس بتتهري في الصلصة كده وهي كانت مقلية، فما باحبش طعمها أوي. قطّعت الفلفل وسِبته على جنب، هابدأ بقى أعمل معاكم طبق سَلطة علشان أشجّعكم وتتشجّعوا. أنا أحيانًا لمّا باشوف فيديو مثلًا وفي الفيديو ده حصل قدّامي حاجة حلوة، باحب أنا كمان أنفّذها. يعني مثلًا شُفت حد من اليوتيوبر عمل حاجة حلوة للفطار، بتسهّل علينا الفطار، باحب أنا كمان أعملها، أو أعمل save للفيديو، أو مثلًا أخلّي الفكرة دي في بالي علشان أنا كمان أعملها. فيا رب كده فكرة السلطة أو إن أنا باعمل معاكم طبق السلطة الحلو ده، يكون تشجيعي ليكم كده، وتقوموا تعملوا طبق سلطة وتخلّوه في التلاجة وتاكلوا منه علشان السلطة مهمة جدًا، جدًا. بُصّوا أنا حطيت إيه بقى في السلطة، حطيت خيار، طماطم، خضرة كان عندي بقدونس وشبت، وكمان ده كان من باقي المحشي. لو ما شفتوش فيديو المحشي ارجعوا له. وكمان كرنب أحمر للسلطة والفلفل الرومي الأخضر، وهاحط كمان كابوتشا. بُصّي الكابوتشا عشان تقعد معاكِ يعني مثلًا أسبوع، 10 أيام في درج التلاجة. لو هي مثلًا كبيرة قطّعيها 2، 3، 4 على حسب استخدامِك، ولفّيها بstretch roll وسيبيها في درج التلاجة، هتقعد معاكِ فترة. أنا بتقعد معايا كده، وفي نفس الوقت أنا ما باجيبش كمية كتير، يعني أنا دايمًا لمّا باحب أنزل عند بتاع الخضار والاقي خضار طازة، أجيب نُص كيلو. يعني مثلًا خيار باجيب بالنُص كيلو، ما باجيبش بالكيلو. لأ، ممكن يقعد في التلاجة يبوظ أو ما يبقاش فريش، طب ليه؟ أنا أجيب نُص كيلو، لمّا باحتاج باجيب تاني. خلّصت طبق السلطة الحلو ده، يالّا بقى نعمل المسقعة. بُصّوا باعملها إزاي. فص توم واحد بس صغير جدًا، دقيته وحطيته على الزيت السخن أهو، وبدأ إن هو لمّا حسيته بدأ يصفر، نزلت عليه بمعلقتين من الصلصة. دي صلصة اللي أنا كنت عاملاها المكرونة عادي وكانت باقى منها، وحطيتها في علبة في التلاجة. هنا بقى خدت منها أهو، وبدأت إن أنا أحط لها ملح وكمون، وأول ما تبدأ بس تغلي كده هانزل عليها بالبتنجان والفلفل. لمّا تيجي تقلي أي حاجة، بتنجان، بطاطس،
بانيه، فراخ محمّرة، ما تحطّهاش على مناديل المطبخ أبدًا، هتطرى معاكِ وفي نفس الوقت هيكون فيها نسبة من الزيت. عايزاها إن هي تفضل مقرمشة من برّه وطرية من جوّه وما يبقاش فيها بواقي خالص من الزيت، حطّيها على شبكة. هاتي شبكة وحطّي عليها بُصّي اختراع حلو أوي، يعني أنا عرفته مؤخرًا، لو أنتم عارفينه من زمان فأنا عرفته مؤخرًا. البطاطس فعلًا بقت بتعجبني بالطريقة دي، لمّا باحطّها على الشبكة وما بقيتش أستخدم مناديل المطبخ، لأ أحلى كتير. بُصّوا بقى هنا لمّا قلّبت بقى البتنجان والفلفل شوية مع الصلصة، حطيته بقى في علبة وهاسيبه خالص لمّا يهدى، وهاقفلها واحطها في التلاجة. هنا بقى البوتاجاز بُصّوا أنا الأيام دي ما عنديش روتين، اللي يقول لي أنتِ بتغسلي البوتاجاز كده يعني غسلة سريعة مش أوي، طب ما تشيلي الحوامل وتغسليه غسلة محترمة، لأ هو كان عندي بقى طرطشة الزيت كده وبواقي من الأكل، فقُلت كده بسرعة، لكن أنا ما عنديش روتين الأيام دي، علشان إن شاء الله هنبدأ مع بعض تنضيفات رمضان يعني قريب، فحرام يعني حرام إن أنا من دلوقتي أهلِك نفسي يوميًا وأنا داخلة على مرحلة إن شاء الله اللي هي كلّها تنضيف وتعب وإرهاق، فلأ. بس برضه باحاول إني ما اسيبش الدنيا تتراكم قدّامي أوي، يعني ما اسيبش مثلًا البوتاجاز ما يبقاش نضيف خالص، باحاول ألملم، لو في حاجة عايزة تتروّق كركبة بالمّها أول بأول. علشان كده تلاقوني الأيام دي مأخّرة معاكم روتينات الشقة، علشان الصراحة مش هاطلع يعني أورّيكم الكركبة والكلام ده لأ. أنتم مستنيين منّي تشجيع، فالتشجيع إن شاء الله هيبقى الأيام الجاية، ولو أنتم لسه مش مشتركين في القناة، فأنتم لمّا تشتركوا هتشجعوني أكتر، أكتر، وفي نفس الوقت هتخلّوني أنا هاشجعكم أكتر الأيام الجاية إن شاء الله في تنضيفات رمضان. لو أنتم كمان عندكم أطفال صغيّرين، فيا ريت في تنضيفات رمضان استغلّوا التنضيفات دي إن أنتم تعملوا يعني أكتر الحاجات اللي بتتعبكم في تنضيفات العيد، علشان توفّروها وفي نفس الوقت هتقولي طب ما نبقى نعملها على العيد يعني بدل أيام رمضان، لأ، أيام رمضان بيبقى الوقت عندنا ضيّق أكتر، بتبقي مسؤولة إن أنتِ كل يوم مثلًا هتعملي غدا علشان صايمين، في نفس الوقت عندِك الصلاة والعبادة المفروض يكون أكتر، يعني المفروض إن أنتِ تهتمي بصلاة التراويح، قيام الليل، الدعاء كتير، إنِّك تذكري الله كتير، فالحاجات دي كلّها بتاخد منِّك طبعًا وقت، غير لو عندِك أطفال، وغير تنضيفات العيد، وغير لو أنتِ عايزة تهتمي بنفسِك أصلًا، فلأ. حاولي تنجزي أكتر من حاجة كده في تنظيفات رمضان، وإن شاء الله هاقول لِك عليها، ونضبّط الدنيا في تنظيفات رمضان، علشان أنا ناوية على تنظيفات رمضان أستغل أكتر حاجة أعملها، علشان أعرف بجد في العيد أبقى داخلة على العيد كده وأنا حاسة إن أنا مش تعبانة، السجاد ما طلّعش عيني، الشقة ما طلّعتش عيني، لأ خالص. بُصّوا بقى هنا عملت صينية مكرونة بشاميل، أنا باحب جدًا المكرونة بشاميل، يعني أنا أصلًا كائن مكروني، أي أنواع مكرونة باحبها، محمرة، صلصة، بشاميل، white sauce أي حاجة. هنا بقى كنت باعملها ببشاميل، عصّقت اللحمة، وبُص كنت هنا حطيت زبدة وزيت ونزلت باللحمة، ولازم علشان اللحمة ما تنزّلش معاكِ مَيّة، حطّيها على نار عالية شوية علشان تاخد صدمة كده، وبعد كده تبدئي إن أنتِ تقلّبيها. بابدأ بقى هنا أول ما خدت صدمة بدأت بقى أنا بالشوكة كده أقلّبها علشان تفلفل معايا كده، وأول ما بقى بتتقلّب كويس وتتشوّح كويس بانزل عليها بعد كده بالبصل، البصل ده اللي إحنا فرّزناه مع بعض، أحلى حاجة لمّا بتفرّزي ممكن تتعبي يوم يومين في التفريزات وتفضلي تعملي طماطم وبصل خضار والحاجات دي كتير بتعمليها وتحطيها في الفريزر، بس بعد كده بترتاحي فترة. يعني دلوقتي أنا عملت بصل أهو متخرّط للحمة من غير ما أشغّل الكبة ومن غير ما عيني تدمّع ولا حاجة، لأ، طلّعت الكيس من الفريزر خدت منّه مكعبين حطّيته على اللحمة وخلاص. باحط إيه بقى، حطّيت هنا ملح وفلفل أسود وحبّة من البهارات وسِنّة من القرفة، بتبقى حلوة أوي، أوي في اللحمة المعصّجة باحبها أوي أحط عليها سِنّة من القرفة. هنا برضه حطّيت عليها معلقة كده من الصلصة علشان دي صلصة باقي المكرونة مش صلصة جاهزة. علشان كده باحبها يكون لونها أحمر في المكرونة والبشاميل يكون ليها صوص أحمر شوية. هنا بقى المكرونة كنت سلقتها معاكم وخدت منها كوباية مَيّة من سليق المكرونة اللي هي الكوباية الزرقا دي، بتزوّدي بيها البشاميل، بيخلّيها قوامه حلو أوي وفي نفس الوقت طعمه بيبقى حلو أوي برضه. مَيّة المكرونة مش باحط فيها زيت، باحط فيها ملح بس، علشان الزيت ممكن يخلّي البشاميل ما يبقاش ماسك حلو في المكرونة وما يبقاش قوامه حلو في المكرونة. نيجي بقى للبشاميل، أحط زبدة وزيت، أول ما يبدأوا إن هُم يسخنوا كده،
بانزل عليهم 3 معالق دقيق، 3 معالق دقيق ده علشان لتر لبن، لو الكمية عندِك أكتر أكيد الكمية هتزيد. وأهم حاجة تخلّي البشاميل بُصّي دايب كده في الزيت والسمنة، مش مكلكع أو مش تقيل، لأ لو دايب كده هيدّيكِ تحميرة حلوة وفي نفس الوقت قوام البشاميل هيكون حلو ولذيذ. هنا أول ما بدأت أقلّبه كويس ويدوب كويس في السمنة، بدأ إن هو بُصّوا يعمل فقاقيع كده، تبدئي إن أنتِ تعرفي إن الدقيق بدأ إن هو يتحمّر ويستوي كويس في السمنة. ما تسيبيهوش كتير عشان ما يعملكيش حموضة، أو لو أنتِ بتحسي بعد المكرونة البشاميل حاسة إن هي تقيلة أو في حموضة، يبقى أنتِ بتشوّحي الدقيق كتير على النار. هنا بقى نزلت باللبن، وأحلى حاجة تنزلي باللبن يكون بارد لو البشاميل سخن. لكن أنا عندي عشان كنت مستعجلة واللبن كنت لسه غالياه، ما كانش عندي في التلاجة، فنزلت بيه على البشاميل على طول، وبابدأ إن أنا أستمر في التقليب كده علشان ما يكلكعش معاكِ، وفي نفس الوقت يبدأ إن هو يتقل. باحط بقى ملح، فلفل أسود، ومكعب مرقة، لو عندِك فلفل أبيض هيبقى أحلى كتير، لكن أنا حطيت فلفل أسود والملح والمرقة، وبابدأ برضه بالمضرب كده أقلّب كويس. بُصّوا، عايزة أقول لكم حاجة، في طقم التوزيع لمّا تشتريه، ما تشتريش الطقم نفسه اللي هو منفصل، يعني اللي هو بينفصل عن القطع الخشب بتاعته أو الماسك بتاعه، لإنه بينفصل بسرعة وبيبدأ إن هو يبوظ معاكِ بسرعة. يعني أنا إن شاء الله الأيام الجاية لمّا هانزل أجيب باقي حاجات تجديدات رمضان والمطبخ، هاجيب مضرب، بس هاتي الطقم يكون قطعة واحدة. يعني طقم التوزيع بتاعِك يكون قطعة واحدة مش قطعتين، صدقيني بيبوظ. يعني أنا عندي الفرشة السيليكون والمضرب، المضرب اليدوي ده، الاتنين انفصلوا عن اليد بتاعتهم، فأنتِ هاتي أحسن الطقم اللي هو بيكون قطعة واحدة. بُصّوا هنا بقى جِبت الصينية بتاعتي، حطيت فيها يعني مغرفة بشاميل كده، وخدت نُص كمية المكرونة، حطيتها في الصينية وحطيت عليها مغرفة تاني من البشاميل وقلّبتها كويس، وبعد كده بانزل بقى باللحمة بتاعتي، وبعد كده بارجع أحط باقي كمية المكرونة. بس برضه أهم حاجة قبل ما بتحطي المكرونة بتقلّبيها في البشاميل علشان تكون هي شربت من طعم البشاميل. حطيت برضه مغرفة بشاميل كده على اللحمة، وكنت حطيت بشاميل على المكرونة وقلّبتها ونزلت بيها في الصينية، وبعد كده نحط باقي البشاميل ونحطها في فرن سخن علشان ندّيها بقى الوش. باحبها جدًا على فكرة، يعني أنا المفروض كنت عاملاها أول امبارح، أنا حاسة إن أنا عايزة أعملها النهارده تاني، لكن أنا عندي بسلة ورز ولحمة فمش هاعمل. ما باحبش الطبيخ، أنتم بتحبوا الطبيخ؟ ما باحبوش بس باعمله علشان لو أنا حاسة إن أنا عايزة أعمل أكلة تقعد معايا يومين وارتاح شوية، أو مثلًا علشان ضروري نعلّم أطفالنا كل الأكل، يعني نخلّيهم يدوقوا كل الأكل، خضار، الفاكهة، اللحوم، علشان لمّا يكبروا يبقوا بيحبوا كل الأكل وما عندهمش تنافر أو ما بيحبوش الأكل كتير، تمام؟ بُصّوا بقى هنا خلاص سويت الوش بتاعها، وبعدين بُصّوا المنظر ده، المنظر ده من جنى. يعني طول ما أنا كنت باعمل الأكل، طلّعت الكيس اللي فيه أكياس التلاجة، وجابت علبة المشابك من الأوضة جوّه، ورمِتها لي كلّها في الأرض وبدأت تلعب بيها، والأكياس بدأت كلّها تطلّع كيس، كيس، وفرحانة إن هي عمّالة تطلّع أكياس وتلعب بيها. هتقولي لي سِبتيها ليه؟ سِبتها والله، اللي هو ماشي استمري براحتك، العبي، اضحكي، المهم إنِّك تسيبيني في حالي. أنتم بتعملوا كده والّا لأ؟ لمّا بتحسّوا إن أنتم عايزين تخلّصوا حاجة وراكم بتسيبوا العيال تلعب، اللي هو هتخربي الرُكنة ماشي ما فيش مشكلة، هتطلّعي كل اللي في الإدراج ما فيش مشكلة برضه، استمري ما فيش مشكلة، أهم حاجة ما يكونش في حاجة بس تأذيهم. يعني أنا عندي كان الكومود عندي كان فيه درج كده، كنت مخلية فيه العلاجات، المراهم، الإسعافات الأولية، الحاجات اللي هي بتاعة بعد الشر لو حد تعبان دي. لكن أول ما بدأت جانا تزحف، طلّعت كل ده في بوكس وحطيته في الدولاب من فوق، علشان طبعًا هي في أي وقت لا قدر الله ما تفتحش مثلًا درج تاخد دوا أو تاخد أي حاجة وتشربها، وأنا أكون مثلًا في المطبخ أو أكون مش قدامها، فعلشان كده احموا نفسكم، ما تسيبوش الحاجة للإيه، للظرف أو للقدر، لأ، أنتِ احمي طفلِك وسيبي الباقي على ربنا، لكن لازم تكوني واخدة احتياطات الأمان بالنسبة لِك وبالنسبة للطفل. بُصّوا المكرونة، بُصّوا هي كانت لسه سخنة جدًا، المفروض تستني على المكرونة شوية بس تهدى علشان تفضل القطع متماسكة، بس إحنا بقى كنا جعانين وفي نفس الوقت علشان المكرونة تبرد لجَنَى،
فطلّعتها كده بدري عشان تبرد. وبكده يكون الفيديو خلاص خلص، يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم، وتكونوا اشتركتوا في القناة، وما تنسوش كومنتاتكم الحلوة وكمان اللايك بتاعكم عشان ده بيشجعني جدًا. شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة، باي باي.